حكمت المحكمة حضوريا أولا بإجماع الآراء بمعاقبة أحمد شحتة علي أحمد وأحمد فرج عبد الباسط بالإعدام عما أسند إليهما. ثانيا بمعاقبة إيمان محمد صالح حنفي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما. قضية من القضايا التي تجعل كل من يسمع أحداثها يندهش، ليس لأنها جريمة قتل من الدرجة الأولى، وليست لأن نهايتها كانت بشعة وقد أودت بحياة الجناة إلى السجن أو الإعدام، بل لأن دوافع ارتكاب الجاني لجريمة الخيانة والقتل كانت لأسباب يمر بها النسبة الأكبر من الناس. والأكثر من ذلك أن دوافع تلك الجريمة موجودة في كل منزل تقريبا. قصة جريمة حقيقية حدثت بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية. بدأت أحداثها في عام 2020 واستمرت حتى عام 2023. أسامة توفيق شاب مصري ولد في عام 1993 بمركزه هي بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية. كان من عائلة طيبة وذات أصل وأصول متجذرة في بلدته، ولم يكن لديهم أي مشكلات مع أحد، وكانت عائلته معروفة بحالتها المادية الجيدة، حيث كانت والدته من عائلة ميسورة الحال. كانت والدته اسمها الحاجة زينب منذ أن ولد باسم وهي ترى فيه النبوغ، ومنذ أن كان طفلا كان ولدا ذكيا، وكان مهتما بأن يكون متفوقا في دراسته، لأنه كان لديه حلم منذ صغره، وهذا الحلم هو أن يصبح طبيبا. وبالفعل بعدما أنهى المدرسة بدأ في السير في هذا الطريق، إذ نجح في الحصول على مجموع يؤهله لدخول كلية الطب بجامعة الأزهر، وتخصص هناك بعد ذلك في قسم العظام، واستمر في الاجتهاد حتى تخرج بتفوق من الجامعة. وكان أهله فرحين به جدا. ثم جاءه التعيين في مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، والذي يوجد في منطقة الساحل بالقاهرة. جميع الناس هناك كانوا يحبونه، لأن سمعته كانت سابقة له، لدرجة أن أمه كانت تقول عنه إنه ملك في صورة بشر. لأن أسامة كان فعلا يعيش حياة بسيطة جدا، فهو كان يذهب إلى العمل، وعندما ينتهي يعود إلى البيت مباشرة، لأن أحلامه كانت كبيرة وكان يريد أن يصبح أفضل. وكان هدفه وقتها أن يشارك في عيادات مع أطباء آخرين، وفعلا بمساعدة ودعم من أهله نجح في أن يدخل كشريك، فأنشأ عيادات متخصصة في العظام. وكان شريكه واحدا من أصدقائه منذ أيام الجامعة، واسمه أحمد شحتة. كان بمنزلة أخ له، ولذلك لم يكن أسامة يخفي عنه شيئا، فقد حكى له عن حلمه وهدفه الثاني، وهو أن يؤسس مركزا طبيا لنفس التخصص ولكن يكون باسمه. وقال له أيضا إن أخاه في السعودية وافق على أن يرسل له أموالا لكي يحقق حلمه ويفتح المركز. وفي نفس الوقت كانت الحاجة زينب أم أسامة قد سافرت إلى ابنها الثاني في السعودية، وبالمرافقة أدت عمرة هناك. وطوال تلك الفترة كانت الأم تتصل بأسامة يوميا تقريبا لتطمئن عليه، ويتحدثا معا عن يومهما، حتى جاء يوم الأحد الذي وافق 4 من شهر يونيو، فأخبرها فيه أنه معجب بفتاة في المستشفى ويريد أن يتقدم لها قريبا. ففرحت الأم جدا بهذا الخبر، وقالت له إنها عندما تعود إلى مصر ستصحبه لخطبتها. وبعدما أغلق المكالمة مع والدته قال لأحد زملائه إنه متفق مع أحد أصدقائه ليأتي إليه إلى المعهد في اليوم التالي ويعطيه بدلة وحذاء وربطة عنق، لأنه سيذهب بعدها إلى حفل زفاف في التجمع الخامس. ولكن أثناء حديثهما تلقى أسامة مكالمة هاتفية من رقم مجهول، وبعد أن تحدث مع ذلك الشخص قليلا قال لزميله إنه سيستأذن لمدة نصف ساعة وسيعود فورا. وفي اليوم التالي جاء صديقه كما اتفقا،
ولكن لم يجد أسامة، وبدأ يسأل الناس عنه، فأخبروه أن أسامة خرج منذ يوم أمس ولم يعد حتى اللحظة. وطوال هذه الفترة كانت الأم وأخوه يحاولان الاتصال به باستمرار، ولكنه لم يكن يجيب، لا في يوم الاثنين ولا الثلاثاء ولا الأربعاء. وحتى عندما كانوا يتفقدون حساباته على الإنترنت كانوا يجدونها مغلقة تقريبا، ولا وجود لأي تفاعل فيها. وفوق ذلك لم يكن أحد من أقاربه يعلم عنه أي شيء، فكان أهله على وشك الجنون، يتساءلون أين ذهب؟ وظلت الأم طوال تلك الفترة تسأل نفسها: هل حدث له شيء؟ هل سجن؟ هل تعرض لحادث؟ كانت تبحث عن أي معلومة توصلها إلى ابنها، فقررت النزول إلى مصر والبحث عنه بنفسها. وبعد أيام قليلة تلقت مكالمة من رئيس المباحث في المركز، وجاء إليها ليعرف كل التفاصيل. وقد أخبرته بكل ما تعلم، فأخذ رئيس المباحث الحاسوب المحمول وفتش مكتبه، ونظر في كافة الأوراق على أمل أن يجد معلومة تفيده. وبعد أن أنهوا ذلك غادروا لمواصلة التحقيق، ولكن بعد 10 ساعات تماما تلقت الحاجة زينب مكالمة تخبرها أن تتوجه إلى المشرحة لتسلم جثة ابنها. ومنذ تلك المكالمة أصيبت الأم بصدمة شديدة، فهي لم تكن تصدق أن ابنها هو من في المشرحة، وظنت أنه خطأ أو أنه يوجد أمر غامض. وفعلا ذهبت بسرعة إلى المشرحة، وهناك للأسف كانت كل مخاوفها صحيحة، فقد رأت جثة ابنها. بعد ذلك ذهبوا وسألوا صاحب الشقة التي استأجر فيها الدكتور أسامة عيادته ذات نفسه، وفي حينها قال صاحب الشقة إن الدكتور أحمد شحتة هو من كان طالبا تلك الأشياء، ولكنهم عرفوا اسم المحل من الرجل. وفعلا ذهبوا إلى محل حداد الشريف، وعلموا من الرجل أن أحمد عندما اشترى تلك الأشياء لم يكن وحده، بل كان معه رجل مجهول آخر، وأنهم طلبوا تلك الأشياء منذ شهور لا منذ فترة قريبة. وفي تلك الحين رجع رئيس المباحث إلى العيادة مرة أخرى، وبدأ يدقق أكثر في مراقبة كل شيء، حتى وقع بصره على منطقة في المكان، إذ كان البلاط فيها يختلف عن بقية البلاط الموجود في المكان كله. والذي أثار شكه أكثر أن البلاط الجديد كان مثبتا بصورة غير متقنة، مما يدل على أنه قد يكون موضوعا لإخفاء شيء تحته. وكان من المحتمل أن يكون ذلك لأجل مرض أسامة بوسواس قهري، أو أن يكون هناك سر مخفي تحت البلاط. وفعلا لما أزالوا البلاط وحفروا وجدوا جثة أسامة، وكانت الجثة تبدو عليها أنها دفنت منذ فترة طويلة، فحملوها ونقلوها إلى المشرحة لتحقيق السبب في الوفاة من قبل فريق الطب الشرعي. وأظهرت التقارير أن على الجثة بها كدمات بسيطة، ولكنها لم تكن السبب في الموت، إذ أن السبب الحقيقي كان تجاوز الجرعة المخدرة. بعد ذلك عادت الشرطة لمراجعة كاميرات المراقبة، وتتبعوا تحركات أسامة منذ خروجه من المستشفى، وظلوا يتتبعونه حتى رأوه يدخل عمارة، وكان يبدو عليه أنه في حالة طبيعية جدا. ثم بعد فترة وجيزة نزل من الشقة 3 أشخاص: أحمد شحتة ورجل مجهول، ومعهما أسامة على كرسي متحرك، وكان ملابسه قد تغيرت ويبدو عليه أنه مخدر أو ميت. ثم ذهبت الشرطة إلى العمارة وفرغوا الكاميرات التي فيها، ورأوا سيدة غريبة دخلت، ثم ظهر أحمد شحتة ومعه شخص آخر. ولكن هذه المقاطع لم تنتشر في أي مكان، وكل ما كان موجودا هو مقطع أسامة على الكرسي المتحرك. وفي خلال ساعات علموا أن اسم الفتاة هو إيمان محمد، والشخص المجهول
هو ممرض يدعى أحمد فرج. وعندما عرفوا ذلك بدأوا في تعقب مواقعهم، وبالفعل وجدوا إيمان في بيت أهلها في محافظة الشرقية، ثم وجدوا أحمد شحتة في محافظة المنيا في صعيد مصر، ثم وجدوا أيضا أحمد فرج. وبالفعل فتحت الشرطة معهم التحقيقات. وتقول إيمان إنها كانت متزوجة من أحمد شحتة عرفيا، ولكن لا وجود لما يثبت ذلك، وذلك بسبب المشاكل المادية التي كان يعانيان منها في ذلك الوقت. وتقول إيمان إن هذه المشاكل كانت السبب في جرمهم، حيث خطط أحمد لخطف صديقه أسامة وطلب فدية من أهله تقدر بمقدار 200,000 دولار، وأكدت أن أسامة كان يثق به جدا ويخبره بكل شيء. وبالفعل بدأوا في تنفيذ خطتهم الشيطانية، وأول ما فعلوه أنهم أخذوا خطا هاتفيا جديدا لإيمان وأعطوها عنوان شقة للإيجار، ثم جعلوها تتصل بأسامة باسم الطب المنزلي لعلة والدتها. وبحسن نية ذهب أسامة إلى هناك، وكانت كاميرات المراقبة تظهره وهو يسرع في المسير. وفي الشقة المستأجرة ظهر في الفيديوهات أنه صعد طبيعيا، وبعد قليل أنزل على كرسي متحرك. وتقول إيمان إنهم ضربوا أسامة وصعقوه بالكهرباء لتخويفه، ثم حقنوه بمخدر. وعندما أنزلوه لنقله إلى العيادة وقتما شعروا أنه قد يفيق، حقنوه مرة أخرى بجرعة كبيرة أدت إلى إدخاله في غيبوبة أو سببت له سكتة قلبية. وعندما وصلوا به إلى العيادة قاموا بحفر حفرة ودفنوه وهو حي. عندما ظهرت الجريمة المظلمة هذه إلى النور انقلبت الدنيا كلها، وتحولت القضية إلى قضية رأي عام، وكان جميع الناس يرون أن الثلاثة المتهمين هؤلاء كانوا طامعين في أمواله. ولكن الدكتور أحمد لم يكن طماعا فقط، بل كان يخفي في نفسه أمرا أسوأ بكثير، وهو الغيرة، لأن الناس كانوا يحبون الدكتور أسامة، وكان يرتدي أفضل الملابس ويحمل هاتفا غالي الثمن، وهذا من الممكن أن يكون قد أثار غيرة أحمد، خصوصا أنه كان في أزمة مالية في تلك الفترة. والمريب في الأمر أن الدكتور أحمد قبل أن يقترف تلك الجريمة كان يملك عدة عيادات في نفس المنطقة، بينما كان للدكتور أسامة عيادة واحدة فقط. وفي 2 من شهر سبتمبر من عام 2023 كان الثلاثة المتهمون في قفص الاتهام، وهم المتهم الأول أحمد شحتة علي أحمد، والمتهم الثاني أحمد فرج عبد الباسط السيد، والمتهمة الثالثة إيمان محمد صالح حنفي. عندما أخرج قاضي المحاكمة المتهمين الثلاثة من القفص لاستجوابهم، وسأل أحمد شحتة عما حدث وهل قتلوا أسامة حقا أم لا، وفي تلك اللحظة رد أحمد قائلا: لم يحدث شيء ولم نقم بقتل أحد. وعندما سألوا أحمد فرج وإيمان قالوا نفس الكلام، ولكن الغريب في الأمر أنهم كانوا قد اعترفوا بكل شيء في سابق التحقيق، ولم يكن ذلك مجرد كلام، بل قالوا كافة تفاصيل الجريمة. والصدمة الأخرى أن محامي المتهمة إيمان طلب من المحكمة إطلاق سراحها، متذرعا أنها لا تأكل ولا تنام ولا تقوى على البقاء في محبسها، والتمس الحاضر من هيئة المحكمة ذلك كقرار إنساني، وقدم الطلب بصيغة عاطفية. حتى هذه اللحظة لم ترى الحاجة زينب قتلة ولدها وفلذة كبدها، وكانت تريد أن تراهم، ولا ندري ما كان بداخلها وقتها. هل كانت تتلمس في وجوههم أن ابنها ما زال حيا، وأن كل تلك الأحداث ما هي إلا كابوس مظلم وسوف تصحو منه، أم هناك كانت تريد الانتقام لابنها؟
وفي النهاية وفي 3 من شهر أكتوبر عام 2023 حكمت المحكمة حضوريا على المتهمين الأول والثاني بالإعدام شنقا، وحكمت على إيمان بالسجن المؤبد ليسدل الستار على جريمة وقضية من أبشع الجرائم في العصر الحديث. تعلمنا من هذه الجريمة ألا نأمن أحدا على حياتنا سواء أكان صديقا أو غير صديق، وألا نحكي ونتحدث عما يدور بخواطرنا من أحلام وطموح نسعى إلى تحقيقه. فكما أخبرنا النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.